اهبل يالا اهبل. ازاي لا تودي مراتك مكان زي ده؟ شحتة بطل فضايح ولم ايدك من عليها، عشان لو ضربتك البنيه دي اخلي وشك شبه الكلبه الميته. يعني هبقى شبهك يا واطي؟ يالا تودي مراتك لغايه الحرام لك؟ ما انتش عارف البيت ده بيت ايه ولا عامل لي فيه عبيط؟ ولا عبيط ولا نيله، انت لو مكانك كنت خدتها في اي حته عشان تحل المشكله. مشكله دي وحل ايه؟ انا عندي مشكله يا اخي، انا حاسس ان انا مربوط مع مراتي، حاسس ان انا مش عارف اعمل معاها حاجه، معمول لي عمل مع اني تمام. تمام ايه يا خربان انت؟ تقوم تصدق وليه شمال زي دي وتودي مراتك لغايه عندها؟ افرض يا ناصح الحكومه كانت شمت خبر وطبت عليكم. انا ما افرضش حاجه وحشه، انا افرض الحاجه الحلوه. افرض الحكومه ما جاتش، تبقى البت اتعالجت وبقت زي الفل. وتعمل لها هزار؟ الله يخرب بيتك. انا اعمل لها زار عشان اطلع العفاريت اللي في جتتها عشان تفك. يعني ما انتش عارف العفاريت اللي في جتتك انت دي سببها ايه؟ لا ما اعرفش. سببها الهباب اللي انت بتشربه يا ناصح. يعني ايه باب بشربه؟ ما كله بيشرب هباب، انا تمام وزي الفل ومجرب. ايه ده؟ ايه يا شحته صوتك عالي قوي، هو في ايه؟ في بلاوي سودا على دماغنا. طب احترم نفسك يا ابو نسب عشان ما يقلش معاك انت في بيتنا. انت قال لوحدك من غير حاجه يا اخويا. طب لم الدور بدل ما اضرب لك مراتك. مراتي؟ ما انت ما بتقدرش غير على النسوان، وريني كده. طب ما تنرفزناش بقى وتخلينا نخلص الشوكولاته كلها ايه يا بقى. جماعه في ايه؟ خد. انا مش فاهمه حاجه، هي جوه عماله تقول كلام غريب وانتوا هنا بتقولوا كلام اغرب، هي ايه الحكايه بالظبط؟ انت لو بصيتي بالبلكونه هتلاقي الناس بتقول كلام اغرب من ده كله يا بقى. مراتي ما تطلعش بلكونات. ان شاء الله. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، لولا هواكم في الحشا ما تحركنا. إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح. تفضلي مبوزه كده على طول؟ مش مبوزة على حاجة، عايزة أعرف حاجة بقى يا ماما. اعرفيها. هو أنت مش هتبطل تمشي ورايا كده زي المخبرين؟ أنا ابتديت أخاف منك. انا لازم اكون وراكي في كل مكان عشان احرسك في اي مكان. يعني تسيب شغلك وورشتك وتدور تلف ورايا؟ لو لفيت الدنيا كلها يا فرح هتلاقيني وراكي عشان ازيح عنك اي شر. هو أنت إيه علاقتك بالموالد والشيوخ الطرق والحاجات دي؟ لا انا لا شيخ ولا ولي، انا يا دوبك عاشق. وبتعشق مين بقى؟ بعشق كل حاجه خلقها رب. خلقها؟ خلقها دي زي ما بتطلع مني كده يعني، عديها. حاضر عدتها. يعني بعشق كل خلق ربنا، في الارض في السماء، كل اللي خلقه في الكون. زي ما انت كده بتلاقي نفسك طايره مع حمام الغيه، انا بحس نفسي برضو مع الذكر والحضره طاير يا فرح، طاير ومع صوت الشيخ ياسين. والله هو أنا فين بقى من كل ده يا مولانا؟ كل ده وعليه نص عمر اللي شافك، يا دوبك خصلة من شعرك الراحة.
ومانحي ثوب السقام به ووجدي المتلف يا حبيبي عطفا يا روحي عطفا عطفا على رمقي يا حبيبي عطفا عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنفي فالوجد باقي والوصال مماطلي والصبر فاني واللقاء مسوفي. شحت ابو غزاله، شحت ابو غزاله. بقول لك ايه يا اخويا، هو الجواب اللي معاك ده متشيع منين؟ بلاد بره يا ستي. طب ما لاقيش واحد عندك كده باسم امنه الورداني ولا حسين الورداني؟ لا مفيش يا ستي. شحت ورداني ايه لخبطتيني؟ يا اخويا شوف يمكن تلاقي. انا عارف ايه اللي معايا وما معيش، ما معيش غير شحت ابو غزاله. هات يا اخويا. اتفضلي. صباح الخير يا ست ام فرح. يسعد صباحك يا بنتي. بقول لك ايه والنبي قولي للشحته لو عنده اخبار يطمني. حاضر حاضر. حضر لك الخير. يلا يا بنتي يلا يا حبيبتي. شحتة شحتة قوم بقى، بقينا العصر. يا ستي عصر ولا مغرب انت مالك؟ انت هتشاركيني؟ قوم يا حبيبي بطل وخم. يا بنت انت حد مسلطك عليا؟ ايه اليوم المنيل ده؟ قلت لك مليون مره لما اكون مخمود ونايم ما بحبش حد يصحيني، انت ما بتفهميش. في ايه يا شحتة؟ مالك زي ما تكون كارهني ومش طايقني. هو انا عملت ايه؟ هنبدا بقى الوصله املي، ها وبعدين؟ ما انا لازم افهم. انا عايشه في البيت ده غريبه، ما حسيتش ثانيه انه بيتي ولا بيت جوزي. طول الوقت وانت بره، ولما بتيجي يا دوب تاكل اللقمه وتنام، ولا كأن في اي بني ادم على ذمتك. خلاص خلصت القصيده؟